حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العرضة التي أقامتها عائلة الكعبي في منطقة عسكر مساء اليوم، مشاركة منها في احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 43 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 15 لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. ولدى وصول سموه كان في الاستقبال سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وسيد عيسى بن علي الكعبي، وسيد جمعة بن محمد الكعبي عضو مجلس الشورى، وسيد حمد بن الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك، وعدد من أفراد عائلة الكعبي. وقد شارك سمو الشيخ محمد الحضور في العرضة البحرينية التي تضمنت شيلات وقصائد في حب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة أسماءيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى الشعب البحريني الكريم بأعياد الوطن. وعبر سموه عن سعادته بالمشاركة في هذه العرضة التي عكست المشاعر الوطنية التي يكنها الجميع في هذه المناسبة الغالية، داعيا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المباركة على مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل قيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن يحفظ البحرين وأن يديم عليها أعيادها والألفة والمحبة.